السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة السلايم بس بطريقة جديدة. يا ريت بس يعجبكم الفيديو ان شاء الله. وانا عاملة برضو سلايمات كتير قوي على القناة، بقوا شوفوها هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. وتعالوا نسمي الله كده ونقول المكونات بتاعتنا ايه. هو حاجات بسيطة يعني وسهلة. بماسك الوجه. ماسك الوجه سواء اي لون عندك بقى، الذهبي او الاسود، بس احنا هنعمله النهاردة بالاسود. اول حاجة هنحط الماسك. الماسك ده يا جماعة بيجي من الصيدلية او من عند اي ادوات تجميل، مستحضرات تجميل يعني، وسعر مش غالي. هبقى اعمل لكم كمان سلايم بالماسك الذهبي ان شاء الله، بيبقى جميل اوي، لونه جميل جميل يعني. ده كمية الماسك معانا اهي. ومعانا المكون التاني، اي مرطب عندك، كريم مرطب. هناخد معلقة كده، معلقة من الكريم، هنقلبهم في بعض. ما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعة. طبعا انا بذكر نفسي وبذكركم بذكر الله والصلاة على النبي على طول. والسلايم ده يا جماعة، في ناس بتسأل، يعني هو بيتعمل بإيه، بيتعمل فيه ايه. في ناس كاتبالي في التعليقات هو بيتعمل بيه ايه. هو طبعا جميل جدا، مسلي، بيريح الأعصاب. الكبار والصغيرين بيلعبوا بيه، جميل قوي يعني يا جماعة. وبدل ما نشتريه من بره بنعمله في البيت، لان هو اصلا بقول لكم بيبقى فيه سلايمات يعني فيها مكونات وحشة جدا ومضرة. ومعانا اللي هو الدنكار. الدنكار ده برضو يا جماعة بيجي من عند العطار. هنقلبه اهو، مقلبينه. انا حاطه شوية في المعلقة ومقلباه. الدنكار ده بيجي من عند العطار، رخيص جدا. بنحط الدنكار ده واحدة واحدة. لو ما عندكش دنكار حط برسيل جل، حط محلول عدسات. بنحط الدنكار واحدة واحدة علشان ايه ما يكعكلش معانا، زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب تقليب مستمر كده عشان ايه، يتماسك معانا. وزي ما قلت لكم، لما تيجوا تعملوا اي سلايم او اي حاجه يعني حابين تجربوها، لازم نجرب في حاجه بسيطه الاول، عشان طبعا لو باظت مننا ما نخسرش الكميه اللي احنا عملنا بيها. وما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبايبي. اللايك بتاعكم بشجعنا قوي، وببقى مبسوطه قوي قوي قوي. وشكرا جدا لكل المتابعين واللي بيعملوا لي لايك. حاجه بسيطه بحاجه بسيطه يا جماعه، زي ما قلت لكم، لحد ما يتماسك معانا خالص. ولونه جميل يعني، الاسود لونه جميل لون حلو. وبيبقى بقى الماسك اللي هو الذهبي بيبقى جميل قوي في السلايم، بيبقى لونه جميل جميل جميل. هبقى اعمله لكم ان شاء الله. بنقعد نقلب كده بقى لحد ما نشوف. لسه محتاج اهو. لو حسيت ان هو بلزق حط برضو حاجه بحاجه بسيطه كده. وقلنا فايده الدنكار ده او اي محفز، هو ده اللي بيخلي السلايم يمط ويتماسك معانا.
ده الكريم المرطب كان متوزعش قوي. انا طبعا مش راضيه اقطع الفيديو معاكم علشان بس تشوفوا كل حاجه. زي ما انتوا شايفين اهو، ساب الطبق خالص اهو، يبقى كده هو ناجح 100% ومش بيلزق معانا خالص. اهو يا جماعه مش بيلزق معانا خالص اهو. ولو حسيت ان هو بلزق منك يعني بل صوابعك بس كده، ايه حاجه بسيطه من الدنكار او المحفز اللي معاكي. سلايم ده ولا مش سلايم؟ سلايم ناجح اهو، ومش بيلزق وبيمط معانا وجميل، وكل اصلا ما تسيبيه يريح معاكي هيمط اكتر واكتر. يعني كل ما نسيبه يريح معانا هيمط وهيبقى جميل قوي قوي، هيبقى اللعب بيه جميل قوي. نسمع صوته وهو في الطبق كده. يا ريت الصوت يكون واضح لكم. زي ما قلت لكم كل ما بيريح بيمط معانا، وكل ما بنلعب بيه بيبقى جميل قوي يا جماعه، وبيعمل اصوات جميله وبيهدي الاعصاب وبيمنع التفكير يعني في اي توتر ولا حاجه ولا مشاكل. سامعين صوته اهو. شوفوا بيمط ازاي، ومش بيلزق في الايد خالص. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل يا حبايبي، واستنوني في الفيديو الجديد ان شاء الله.